ليه يا جماعة في عمليات زراعة فاشلة؟ وليه بنقول لكم دايما 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 ركزوا في اختيار من يقوم بعملية زراعة الشعر ليكم؟ خليني أقول كده مقدمة بسيطة يا جماعة، إن زراعة الشعر عالميا بتسمى The Art of Hair Transplantation، فن زراعة الشعر. طب ليه بنقول على العملية فن مش مجرد إجراء جراحي؟ لأن الزراعة فيها حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي اسمها الفرونتال لوك أو الهير لاين ديزاين، أو تخطيط خط الشعر أو خط الجبهة في مسميات أخرى. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن احنا في العيادة بنشوف حالات كتيرة جدا 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 خط الشعر بتاعها يا جماعة بسبب الزراعة بيكون خط شعر مشوه، خط شعر سيء جدا جدا، لدرجة إن العميل عنده استعداد يشيل الشعر ده ويرميه في الشارع عشان شكله يبقى طبيعي وهو أصلع. فيعني انا هوريكم كام حاله كده جت معانا الفتره الاخيره وبعد ما صلحناهم، علشان نبين لكم ان الموضوع شيء مهم جدا، ان احنا نكون بنختار، وان العمليه مش مجرد شيل وحط وان انا اروح اعملها في اي مكان وخلاص. لا، لازم تفكر كويس وتشوف النتائج وتعرف ان دي حاجه في شكلك هتفضل معاك طول عمرك، ولو كانت مش كويسه هتندم عليها للاسف. زي ما احنا شايفين هنا يا جماعة، صديقنا كان عمل عملية زراعة شعر وكان متأزم جدا نفسيا بسبب خط الشعر الغير طبيعي، اللي كل ما حد يشوفه يقول له يعني انت ليه عامل زراعة شعر، خط الشعر مش كويس، كأنه واخد الرسمة بمسطرة. والحمد لله هنا بعد 4 شهور تقريبا من العملية اللي احنا عملناها له لإعادة تصحيح ورسم خط الشعر عشان يبان الشكل طبيعي الحمد لله. هنا حالة تانية لصديقنا برضو كان بيشتكي من خط الشعر بتاعه ان هو متاخد بشكل غير مناسب ومتقدم، وكانت مش احسن حاجة خالص. وهنا الحمد لله بعد 6 شهور من تعديل خط الشعر لصديقنا وحصوله على نتيجة طبيعية وشكل مظهر طبيعي، كان راضي جدا عنه الحمد لله. ودي علشان ما اطولش عليكم، اخر حاله صديقنا كان زارع وكان معمول لي خط شعر غير مناسب تماما باتجاهات غير طبيعيه، وكان معمول لي رسم في السبعات وغلقها بشكل اللي هو خط شعر نسائي لا يناسب الرجال، فكان الوضع سيء جدا. وده كان تخطيطنا يوم العملية، تم اختطاف الشعر المزروع ده وزرعه تاني في منطقة الزراعة. واضح جدا يا جماعة ان الاتجاهات المزروعة كانت اتجاهات سيئة جدا زي ما احنا شايفين. وعلشان صديقنا كان مسافر بعت لنا الصورة دي بعد 6 شهور الحمد لله، وهو راضي جدا عن النتيجة.